كام مرّة حصلت لك قبل كده تبقى قاعد في قعدة فيها ناس كتيرة أوي، وأنت وصاحبك القريب منك في بينكم لغة عيون معيّنة، في بينكم طريقة كلام معيّنة، في بينكم حركات معيّنة أنتم الاتنين بس فاهمينها، أهو هو ده الnetwork protocol. طب إيه علاقة البروتوكولات بجزء الشبكات؟ وإيه أهمية البروتوكول أصلًا في الشبكة بتاعتي؟ إزيك؟ تعالَ ناخد الخلاصة ببساطة ونتعلمها مع بعض من الصفر. بُص يا معلم، الموضوع بسهولة وببساطة، أنا مش باتكلم دلوقتي باللغة العربية، بالأخص العامية المصرية يعني، وأنت فاهمني، فاهمني ليه؟ عشان أنت فاهم اللغة العربية وفاهم العامية المصرية، أهو بيني وبينك كده بروتوكول، بس أنا خلاص خلّصت على فكرة ممكن تقلب الفيديو دلوقتي. يبقى ببساطة البروتوكول هو طريقة الحوار أو الاتفاق اللي بيني وبينك عن إن أنا لمّا أقول لك كلمة معيّنة تفهمها بشكل معيّن، وأنت لمّا تيجي تقول لي كلمة معيّنة أفهمها بشكل معيّن. الموضوع ببساطة عامل زي لمّا تجيب 2 صينيين كده وأنت راجل مصري قاعد في النُص، هُم قاعدين بيتكلموا مع بعض وبياخدوا ويدّوا وبيشتموا فيك وأنت ولا فاهم أي حاجة في أي حاجة، وده ليه؟ لإن البروتوكول اللي بينهم واحد، فهُم الاتنين فاهمين بعض، لإن هُم الاتنين في بينهم طريقة حوار واحدة. أمّا أنت على بروتوكول تاني خالص، فأنت مش فاهمهم. يبقى ببساطة بروتوكول طريقة الحوار أو طريقة الكلام أو طريقة توصيل المعلومات بين الأجهزة. طب إحنا عندنا في الشبكات بتاعتنا في بروتوكولات كتير ما بتخلص. عندك مثلًا بروتوكول تصفح الإنترنت، عارف أنت لمّا تيجي تفتح جوجل وتكتب مثلًا في الsearch youtube.com أو facebook.com أو مش عارف إيه، مش بتلاقي كده مكتوب HTTPS أو http//youtube.com وهكذا؟ أهو ده البروتوكول اللي جهازك راح يكلم بيه سيرفر بتاع جوجل عشان يعرض له الخدمة اللي اسمها يوتيوب دي على شكل صفحة كده شكلها لذيذ، وفي أيقونة حمرا وفي فيديوهات مترتبة شكلها حلو وهكذا. ده البروتوكول اللي بين جهازي وبين جهاز السيرفر بتاع جوجل عشان يقدم الخدمة دي، اسمه إيه البروتوكول الHTTP. طب يعني إيه بروتوكول الHTTP؟ لغة الحوار اللي جهازي والسيرفر بتاع جوجل بنفهمها عشان يقدر نقدم الخدمة أو علشان يقدر جوجل ينزّل لي الفيديوهات فأنا أتفرّج عليها بمنتهى السهولة. في برضه بروتوكول مشهور اسمه الFTP، ده بروتوكول نقل الملفات بين الأجهزة. فلو أنت عندك شبكة مثلًا وعايز تبعت ملف أو تبعت أغنية أو فيلم أو أي حاجة من جهاز رقم 1 لجهاز رقم 2، لازم الاتنين دول يكونوا على نفس لغة الحوار علشان يفهموا بعض، عشان ده لمّا ييجي يبعت الفايل ده يستقبله ويفهم الفايل ويتعرض عنده بشكل مضبوط. البروتوكول ده بقى اسمه إيه، FTP File Transfer Protocol. في برضه بروتوكول مشهور اسمه بروتوكول الDHCP وده اللي بيوزّع configuration بشكل أوتوماتيك. فأنت مثلًا لو عندك 50، 100، 200، 1000، 2000 جهاز كمبيوتر وأنت عايز تحط لكل جهاز IP وسubnet mask وDNS وgateway والحاجات دي كلها، هتروح بنفسك لكل جهاز؟ لأ، بروتوكول الDHCP بيبعت هو الconfiguration دي أو بيبعت هو الأيبيهات والحاجات دي كلها بشكل تلقائي على الشبكة بتاعتك، فكل جهاز ياخد كده بشكل أوتوماتيك الIP بتاعه والconfiguration بتاعه كله. البروتوكول ده برضه اسمه إيه، DHCP. عارف برضه لمّا تيجي تبعت إيميل لواحد صاحبك أو تستقبل إيميل من واحد صاحبك، أهو برضه في بروتوكولات عشان عملية النقل والاستقبال بتاعة الإيميلات دي. بروتوكول برضه اسمه الPOP3 والSMTP، دي بروتوكولات معمولة عشان تضبّط لغة الحوار بين الأجهزة المختلفة، عشان لمّا أنا آجي أبعت لك إيميل تعرف تقراه، ولمّا الراجل ده ييجي يبعت لي إيميل أعرف أنا أقراه وهكذا. يبقى بروتوكول لغة حوار. خلاص خلّصت، الفيديو خلص خلاص. طبعًا ده جزء بسيط خالص من الحاجات الكتير اللي هنتكلم عليها في دبلومة الIT Help Desk اللي تعلّمك من الصفر كل حاجة عن الIT، بدايةً من أساسيات الكمبيوتر وأساسيات الشبكات وكمان أساسيات cyber security وكمان أشهر المشاكل اليومية اللي هتقابلك وأنت شغال كIT Help Desk في الشركة بتاعتك. كورس معاك مسجل مفتوح لمدة سنة كاملة، فلو عايز تشترك وتعرف التفاصيل هتلاقيني سايب لك رقم الواتساب دلوقتي، ابعت لي وهارُد عليك وهابعت لك كل التفاصيل اللي أنت محتاجها. لحد هنا وكفاية، ما تنساش صلّي على النبي، أشوفك على خير، سلام.